الاسكوترات بقت اذكى واقوى واكبر من قبل كده، والاسكوتر اللي هنتكلم عليه النهارده جاب فكره جديده للسوق. لو شفته في الشارع هتفتكره سكوتر عادي، بس الحقيقه ده بايك متكامل ممكن يسافر بيك في الجبال، وجاب فئه كامله مش بس فكره جديده والشركات كلها قلدتها. هوندا اكس اي دي في. اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو علشان نعرف كل حاجه عن السكوتر الغريب ده. في 2017 هوندا قررت تكسر كل القواعد وتدخل عالم جديد تماما محدش جربه قبل كده. اكس اي دي في ما كانش موتوسيكل وما كانش سكوتر عادي، كان مزيج مجنون ما بين الادفنشر بايك والماكس سكوتر، السكوترات الكبيره زي التي ماكس مثلا. في 2016 وجوه مكاتب هوندا ار ان دي في اوروبا، في ايطاليا تحديدا، بداوا يشتغلوا على مشروع غريب. عايزين نعمل سكوتر شكله موتوسيكل ادفنشر ويمشي في البلد زي السكوتر عادي، بس لما يطلع اوف رود يفضل ثابت ويقدر يستحمل. فكره مجنونه، بس لو اتعملت صح ممكن تقلب السوق. مفيش وقتها في السوق كان حد بيقدم حاجة بالشكل ده، بس هوندا كانت شايفة فجوة محتاجة تتسد. الناس ما كانتش مصدقة ان هوندا هي اللي منزلة السكوتر ده، الشركة اللي بتحب تمشي مع النظام والروتين لأول مرة يكسروه. شكل عدواني وجسم مرفوع، شاسيه باين عليه انه جد. ولما اعلنوا انها تتسمى اكس اي دي في، الناس بدأت تسأل هل هو سكوتر كبير ولا ادفنشر صغير؟ والجواب كان ببساطة هي الاتنين مع بعض. خلينا نتكلم عن الميكانيكا والتفاصيل بشكل عام. القلب النابض كان لسه مفاجأة أكبر، الموتور نفس الموجود في الان سي 750 بايك من هوندا ادفنشر توري، معروف بس مش منتشر قوي عندنا هنا في الوطن العربي. بارل توين 2 سلندر 745 سي سي بالظبط، بيخرج تقريبا 54 حصان. القوة مش ضخمة، بس التورك كان ممتاز للمدينة والطرق المفتوحة. بس أكتر حاجة ميزت السكوتر ده فعلا هو كان نقل الحركة بتاعه، الدي سي تي أو الدول كلاتش، اوتوماتيك بالكامل مع إمكانية نقل يدوي من الزراير. حرفيا تقدر تخليه زي ما أنت عاوز، اوتوماتيك أو مانيوال زي ما تحب، زي بالظبط الدول كلاتش بتاع العربيات، تقدر تنقل مانيوال أو تخليه اوتوماتيك بالكامل. كمان نظام تعليق طويل للسفر مع مساعدين مقلوبه قدام شكلهم جامد قوي، وسوينج ارم مرن جدا، وده شيء نادر تلاقيه في السكوتر، ان السوينج ارم يكون شبه منفصل عن جسم السكوتر وبيتحرك بحريه تامه. كل ده من غير ما نتكلم عن التصميم اللي عباره عن فن هندسي حقيقي. تصميم مرفوع من ورا ومن قدام، في اجزاء حمايه من كل مكان تقريبا عشان تحمي السكوتر، خطوط حاده وعنيفه على السكوتر كله، وسكرينه قدام عشان تحميك في الطرق الوعره. الاكزوست برضه مرفوع لفوق اكتر من العادي علشان ما يدخلش فيه حاجه لو انت ماشي في حته متدمره يعني. عامه التصميم جامد قوي وانا بحب تصميمه بصراحه. بس في سؤال كان دايما بيتسال، ليه السكوتر ده كان مختلف؟ السكوتر ده كان مختلف لان دي اول مره نشوف سكوتر ادفنشر حقيقي، يقدر يطلع طرق ترابيه، ثابت في الطريق السريع، مريح في الزحمه، وفي نفس الوقت تقدر تمشي بيه حرفيا في اي مكان مش هيشتكي. وكمان ده كان اول سكوتر بيجي من هوندا بدي سي تي، فدي كانت ميزه كبيره كمان، وكانتش حاجه موجوده عندهم قبل كده. تصميمه كمان كان سابق عصره وشكله اجدد من الموديل بتاعه، وكمان شاشه تقدر تعدلها، ومساحه تخزين تحت الكرسي تكفي خوذه كامله وشويه حاجات كمان، وكيلس انتري. كل ده في اول جيل لما نزل عمل قلبان حرفيا. رغم غرابة الفكرة، بس اكس دي في نجح. سنة 2017 حقق مبيعات قوية جدا في اوروبا، وبقى من اكتر الموديلات هوندا مبيعا في فئة الادفنشر، وبدأ يشكل ترند جديد لشركات تانية حاولت تقلده، بس لحد النهاردة محدش قدر يوصل لنفس جودة هوندا. بعد ما فاجأت العالم بفكرة الاكس اي دي في سنة 2017، هوندا ما وقفتش. النجاح اللي حققته خلى الشركة تقرر تديله عمر اطول وتبدأ في اول مراحل التطوير والتحسين، مش بس عشان المنافسة لكن علشان الناس اللي جربته بقوا فعلا متعلقين بيه ومستنين موديل الجديد. وفي 2018 هوندا قررت تلمع شوية تفاصيل بناء على تعليقات المستخدمين، واولهم كان الدي سي تي. الدي سي تي شاف تحسينات كتير، بقى اذكى وسرعة النقلات اتحسنت خصوصا في المنحدرات او الطرق المتكسرة، وكمان نسخة متطورة ومتحسنة من التراكشن كنترول بتاع السكوتر ده. وبقى فيه اعدادات اكتر، يعني بدل ما يكون اون اوف بس تقدر تخليه تراكشن بمراحل، يعني تقدر تتحكم في نسبة الانزلاق حسب الطريق او طريقة سواقتك. يعني الكرسي بقى مريح اكتر للراكب والسواق خصوصا في الرحلات الطويلة، لانه ما كانش اريح حاجة في الموديل اللي فات. وكمان حساسات احسن علشان الثبات والتفاعل مع الطريق. الناس اللي ركبت موديل 2018 لاحظوا الفرق في سلاسة السواقة عن موديل 2017، خصوصا مع التحديثات الإلكترونية. في 2019 ما حصلتش تغييرات كبيرة في الشكل من بره، لكن ظبطوا شوية إعدادات نظام التعليق علشان يبقى أنعم شوية على الطرق الوعرة.
وكمان شوية تحديثات في وحدة التحكم الإلكترونية أو ECU علشان استجابة أحسن للبنزين بشكل أسرع. في كمان حاجة لازم نتكلم عليها، هوندا قدمت نسخة اسمها A2 فريندلي بقدرة تقريبا 47 حصان أو حاجة في الحدود دي، يعني علشان الناس اللي عندهم رخصة متوسطة في أوروبا يقدروا يسوقوا بشكل قانوني من غير ما يجي لهم مشاكل. بس طبعا الكلام ده مش موجود عندنا لأن أغلب الناس بتسوق من غير رخصة أصلا. في نقطة كمان محتاجين نتكلم عنها، إنه مفيش منافس مباشر للسكوتر ده، اللي خلى التحديثات دي فعلا فعالة، وإن الإكس اي دي في ما كانش ليه منافس حقيقي. سكوترات ماكسي كتير موجودة، موتوسيكلات ادفنشر اكيد، بس شيء يدمج الاتنين ولا شركة قدرت تدخل نفس المساحة اللي دخلتها هوندا في الوقت ده. الناس بدأت تشوف ان الاكس اي دي في مش مجرد سكوتر، لكن وسيلة تتنقل بيها يوميا وممتعة كمان. موتوسيكل يعتمد عليه في كل الطقوس، بيمشي في المدينة، يطلع اوف رود وبيسافر، واللي جربه ما قدرش يسيبه. وهنا هوندا عرف ان هي على الطريق الصح وبدأت تحضر للضربة الكبيرة اللي جاية. في 2021 هوندا قررت تضرب من تاني، بس المرة دي مش بتحديثات بسيطة، لا ده تجديد شامل. كأنك بتشوف اكس اي دي في لأول مرة، لكن بروح أجرأ وأقوى من أي وقت فات. تغييرات ميكانيكية كبيرة، أول حاجة بدأت بيها هوندا كانت القلب النابض، الموتور بقى أقوى، نفس البارل توين ال 745 سي سي، لكن قوته زادت لل 60 حصان بدل 45. 6 حصان بس زيادة تحسهم قليلين لكنهم عاملين فرق كبير جدا، وده بفضل تعديلات في نظام البنزين وتوقيت الصمامات، وطبعا وزن أخف. الوزن نزل حوالي من 238 كيلو ل 236 كيلو، تحسوا فرق بسيط ممكن، لكن في عالم الادفنشر كل كيلو محسوب. وطبعا كالعاده زي كل سنه تحسينات في الدي سي تي، الجير الاوتوماتيك بقى اذكى خاصه مع اوضاع السواقه الجديده. الجديد فعلا كان في العقل الالكتروني، 5 اوضاع سواقه جداد، ستاندرد وسبورت ورين وجرافل وكاستم، تقدر انت تعمل وضعيه زي ما انت ما تحبها، وكل وضعيه من دول بتغير استجابه الموتور وقوه الانجن بريك وشده التراكشن كنترول وتوقيت النقلات، يعني مش مجرد حاجات بتغير ما بينهم وخلاص، كل حاجه وليها مكانها. يعني شاشه تي اف تي جديده كبيره بحجم 5 انش وتقدر توصلها بالموبايل، وفيها نافيجيشن وبلوتوث ودلع يعني. حتى التصميم والسكوتر بشكل عام اتحسن، تانك جديد 13 لتر واستهلاك اقل كمان. التخزين تحت الكرسي زاد لحدود ال 22 لتر، وده يعتبر كبير بالنسبه لفئته. اضاءه ليد بالكامل بتديله شكل هجومي اكتر وشكل احسن عامه. وكمان حسنوا وضعيه الركوب وارتفاع الكرسي بقى انسب لراكبين من اطوال مختلفه، يعني لو كنت طويل او قصير هتعرف تسوق كويس. وده اللي عمل ولاده كونسبت جديد من الفكره الاصليه. الجيل ده من اكس اي دي في ما كانش مجرد تطوير، كان بمثابه نقله نوعيه من سكوتر ادفنشر لموتوسيكل متكامل بستايل سكوتر. بقينا نشوف ناس كتير بتسافر بيه دول كامله من دوله لدوله، بتعدي بيه طرق وعره، ومش بس طرق سريعه، بتدخل بيه في سباقات سكوتر اوف رود وحاجات اكتر بكتير. تقريبا السكوتر ده بيعمل كل حاجه. موديل 22 و23 ما حصلش فيهم تغييرات ضخمه، لكن ظبطوا بعد الجرافيكس والالوان وتحسينات في برنامج الشاشه بشكل عام. موديل 24 ظبطوا شويه حاجات فنيه زي نظام التعليق بقى احسن، والفرامل بقت احسن، تطوير برضه في كام برنامج وفي الاي سي يو، والتطويرات اللي حصلت كانت في التكنولوجيا اكتر من هي في التصميم او في الموتور. خلاصه السنين الاكس اي تي في نجح لانه كسر كل القواعد، مش سكوتر عادي، مش ادفنشر تقليدي، مش بايك للمنظره، هو كل ده في بايك واحد. وبيثبت يوم بعد يوم ان الابتكار مش بس في الشكل لكن في الجراءه على الدمج. بكده ممكن تفتكر ان احنا قلنا كل حاجه عن السكوتر ده، لكن لسه الكلام مخلصش، لان دايما الجمهور منقسم بس مهتم. فئه كبيره من الناس اللي بتركب السكوترات شافت ان اكس دي في هو الحل المثالي، راحت السكوتر قوه بايك كبير، شكل هجومي وعصري. لكن على الجانب التاني بعض الناس اللي بتركب الادفنشر الحقيقي او الكلاسيك زي الفي ستورم او الجي اس كانوا بيقولوا ان ده مش ادفنشر حقيقي، ده مجرد سكوتر. رغم الانقسام كل الناس كانت بتتكلم عنه، وده في عالم المواتير اسمه نجاح اعلامي وتجاري كويس. لكن اللي كان بيتكلم بجد هي المبيعات. في اول 3 سنين اكس اي دي في باع اكتر من 50,000 نسخه في اوروبا بس، وده رقم كبير جدا بالنسبه لفئته الغريبه والمختلفه، وان ده موديل اصلا جديد. وفي دول عربيه كتير كمان السكوتر منتشر عندهم زي الجزائر والمغرب والدول اللي حواليهم، الناس هناك بتحب جدا السكوترات دي، وده من المفضل عندهم مع التي ماكس، لانه بيقدم حل عملي للمدينه وفي نفس الوقت يديك حته من مغامره الادفنشر اللي ممكن ما يجيش في بالك انت تتخيله. ان السكوتر واخد جوائز كتير في اوروبا واسيا. في 2017 خد جايزة أفضل ابتكار لسنة 2017، وفي نفس السنة خد أحسن سكوتر أدفنشر وبايك العام من حيث التوازن بين الأداء والراحة، وده خلاه يدخل التصنيفات الرسمية كفئة جديدة بالكامل اسمها أدفنشر سكوتر. وهوندا اللي عملت الفئة دي، واللي بدأت الشركات التانية تقلدها زي بي ام دبليو وحتى اس واي ام وكيمكو. الشركات دي بدأت تفكر في نفس الاتجاه، لأن في الآخر كل الشركات دي عاوزة تبيع. في آخر الفيديو بقى من أول لحظة ظهرت فيها فكرة الاكس اي دي في والناس ما كانتش فاهمة،
ده سكوتر ولا ادفنشر ولا الاتنين. لكن مع الوقت البايك ده غير قواعد كتير، مش مجرد وسيله تنقل ولا مجرد موتوسيكل شكله غريب، هو تجربه كامله فيها راحه السكوتر، عضلات الادفنشر، وتكنولوجيا هوندا اللي مش بتفشل ابدا وبتعيش سنين طويله. مع السنين جيل ورا جيل السكوتر ده فضل يثبت انه مش مجرد فكره جديده، هو فكرة ناجحة ومحبوبة وكسرت التوقعات. سواء كنت في زحمة أو على طريق متكسر، السكوتر ده دايما هيطلعك. شكرا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتقولي رأيك في الكومنتات عن السكوتر ده. هل شايفه ان هو فعلا سكوتر ادفنشر وينفع للجبال، ولا مجرد ضجة وخلاص؟